بخلاف الأخبار الداعية التي تقول بأن الجبهة الوهمية بوليساريو باتت تملك طائرات درون في زمن تعجيز فيه حتى توفير الماء والأكل لمحتجزيها. يبقى المؤكد هو استدعاء الجيش الملكي المغربي للطائرات درون المغربية ووضعها في حالة استعداد للخدمة، ما يعني أن المغرب لا يلعب، وأن التصريحات القوية للسفير عمر هلال منية على معطيات واقعية من الميدان. وتمكنت القوى المسلحة الملكية المغربية من إعادة الأمور إلى نصابها وفرض سيطرتها على المنطقة العازلة الصحراء المغربية بعد محاولات المرتزقة بوليساريو الاقتراب من الجدار الدفاعي المغربي بمنطقة كليبات الفولة بأقصى الجنوب المغربي. وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام موريتانية وأخرى التابعة للجبهة الفيصلية، فقد حاولت سيارتين رباعية الدفع اختراق المنطقة العازلة في اتجاه جدار الدفاع قبل أن تتمكن طائرة حربية درون بدون طيار من اصطيادهما بمن فيهما. وفقا ما أكدته ذات المصدر، فقد أسفرت عن تدمير سيارتين بشكل كامل ومقتل 3 من ركابها على الفور. وكعاداتها لجأت عصابة بوليساريو لترويج أسطوانتها المشروخة، مدعية أن الضحايا الذين كانوا على متن سيارتين ليسوا إلا مدنيين من جنسية موريتانية يمتهنون تنقيب عن الذهب. هذا ولم يصدر عن أي جهة رسمية أو إعلامية بالجارة الجنوبية، وتزعمها الجبهة الانفصالية حول جنسية المتسللين.